حاجيتكم وجيتكم، وعلى حكاية السر المكتوم والرضا المعلوم ناديتكم، وحكايتنا الليلة على الرضا والنية، وعلى واحد السر مخبي بين الحيوط والتراب، حكاية با أحمد وولدو سعيد اللي خلى ليه 3 ديال الوصايا. نتمنى الحكاية تعجبكم وتونسوا بها، وما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الزوينة كيف ديما، وحلو ديناتكم معايا نسرب ليكم خيوط هاد الحكاية. كان يا ما كان في زمن من الأزمن، وفي دوار بعيد ما بقى ليه عنوان، جابين جبال عالية وديان صافية، وناسو كانوا عايشين باللي عطا الله وباش ما قسم ليهم الخالق. وفي قلب هاد الدوار كان عايش واحد الراجل سميتو با أحمد، كان فلاح بسيط وعايش وراضي باللي قسم ليه الله، وكيف ما كنقولوا ما عندوش وما خصوش، راسو ديما مرفوع وكلمتو ميزان. وكانت عنده واحد البقعة ديال الأرض جنب الواد، هي الرزق اللي معيشه وموفر بها قوت يومه. ديك الأرض يا سيادي وخا كانت صغيرة وليني كانت مباركة ومسعودة، با أحمد كان يعطيها من دمه وعرقه، وهي تعطيه من غلتها وخيرها باش معيش وليداتو أحسن عيشة، وما كان مخصصهم من حتى شي خير. واللي كان معاونو ومساندو في هاد الدنيا هي مرتو لاله زهرة، كانت من خير العيالات، مرة رزينة وجهها ديما منور بالرضا ويديها فيهم البركة، دارها ديما نقية ومتولة، وكانت ديما تفيق قبل الفجر تبخر الدار وتنقيها وتعجن الخبز اللي ريحته كتجيب الجيعان من آخر الدوار. با أحمد ولاله زهرة رزقهم الله بجوج وليدات، سعيد ورادية. سعيد كان هو البكر، كبر وهو كيشوف باه كيعرق على اللقمة حتى طلع عودو قاصح وكتافو عرض وكلامو قليل، خد من باه المعقول ومن مو المحنة، وكان هو ذراع باه اليمين يحرت معه ويحسد معه. أما البنت الصغيرة اللي هي راضية كانت هي المفشة ديال الدار، كانت بنية بحال نسمة الهوا تجري وتلعب قدام با أحمد وهو فرحان بيها. كبر وليداتو بالمعزة والقناعة وعمرهم حسوا بالنقص ولا خلاهم يمدوا يديهم لشي حد. وهذا ما كان يا سيادي، وكان با أحمد ديما فاش يسالي الخدمة مع ولدو سعيد يجلسوا يتغداو ويرتاحوا تحت ظل واحد الشجرة كاين تما. كان با أحمد يحل الخوابي كلامو ويوصي ولدو وصايا اللي غتخليه ديما يكون راجل وعمرو يحني الراس. وفي واحد النهار من ايامات الله وكيف عادتهم جلسوا يرتاحوا ويديو ويجيبوا في الكلام، وتكلم با أحمد وهو كيشوف في الدين سعيد بداو يحراجوا. شوف وليدي هاد اليدين اللي كياكلوا من عرقهم عمرهم يتمتوا شي حد بدل. الارض دا وليدي سعيد راها بحال المرا، الا تهليتي فيها كتعطيك وإلا غدرتيها كتغدرك. عمرك تعاملها غير بالحديد، عاملها بالنية والذكر، راه البركة وليدي كتنزل مع النية الصافية. الله يخليك لينا با، كلامك على راسي وعينيا، وراني حافظ وصيتك وكنشوف كيفاش كتعامل مع الناس. الكلمة عندك ميزان والنية عندك سابقة العمل.
يا ولدي سعيد، راه الراجل هو الكيما، وهي مشات لك الكيما ومشانك نوجه، ولذا مديت يديك لشي حد سانف ولا رعد ومقباو، وخا راسك يطير، وإذا فيك الجوع أكون بينك وبين فيلو دارك، وعمرك تبين حزن أبوك. كون هاني يابا، عمرني نطيح الكلمة ولا نمد يدي يدل. خير كبا مغطينا والرزق وافي الحمد لله، بعده لا يخطك علينا با. إيوا هذا هو ضمني فيك وليدي، الله يرضي عليك. إيوا راك كبرتي ووليتي راجل تبارك الله، وانا ما غاديش نضم لك. إيوا كون راجل. وهذا ما كان يا سيادي. ومورا ما كمل با أحمد وصيته، وشد سعيد كلام باه في قلبه بحال الأمانة. ناضوا بجوج، با أحمد نفض جلابته، وسعيد هز الفاس فوق كتافو، وبداو غاديين ما بين خطوط الدوار، والشمس بدات تودع وتجمع في خيوطها. وغير قربوا للدار بدات كتعطي ريحة الخبز محمر في الفران، وريحة الطاجين اللي على حقه طريقه. وكانت لاله زهرة ديما تستقبلهم بالضحك على وجهها باش تنسيهم العيا ديال النهار. على سلامتكم، الله يجعل أعرقكم بركة ورزق. إيوا دخلوا في يديكم، راه الصينية واجدة والخبز يما خرج من الفران. الله يسلمك امي ويخليك لينا يا لاله مولاتي، راه ريحة ثيابك هي اللي كتمسينا تمارة ديال النهار كله. ودخلوا للبيت الكبير اللي كان يا سيادي مفرش بالحنابل ديال الصوف الملونة. ولاله زهرة حطات داك الطاجين وتجمعوا على الميدة وهما فرحانين. وراديا كانت كتنقز وتلعب من هنا لهنا ومنساهم بضحكتها. الحمد لله على هاد النعمة، والله يدومها علينا. لاله زهرة، شتيلي يا وليدي سعيد تبارك الله، ولا يهز معايا الثقل ويدون له ميزان، ولا راجل وسيد الرجال. إيوا اش ظهر لك، هذه هي الوقيته باش نلقاو ليه شي فن في الناس اللي تزيك تدار النور وتكون ليه عوين نهار يمل بيه الزمان. لاله زهرة في ديك اللحظة شافت في سعيد وبان ليها وجهه تلون بالحياة ونزل عينيه للأرض. والله لا عندك الحق سي حمد، هاد الهضرة الصراحة كانت في بالي. سريد راه ولا راجل تبارك الله، وخاصو اللي تونزو، وحتى حنا ما كرهناش نشوفو وليداتو قبل ما نموتو. ايوا اش قلتي يا وليدي، مالك حشمتي؟ غير قول يا وليدي، قولوا ما تحشمش، راه هادي هي سنة الحياة. اللي درتو هبا انا قابله ليه وما نقدم طيح كلامكم. الله يرضي عليك يا وليدي. ايوا اش غادي نقول ليكم، راني حاطه عينيا على واحد البنيه تبارك الله عليها، بنت الحاج بوشايب، بنيه رزينه، يديها حاره في الشقه ولسانها حلو في الرضا، ماشي من دوك البنات اللي طامعين غير في الزوق وتابعين الخوال الخاوي. هذيك وليدي هي اللي تليق بيك، وإلا عجباتك نمشيو نخطبوها لك من غدا. فطومة بنت بوشعيب، اييه اييه، ونعم الاختيار لاله زهرة. بوشعيب راه راجل معقول، وبنته تبارك الله مربية احسن تربية. ايوا سمعني يا وليدي، الزواج راه ماشي غير عرس وصغاريد، الزواج راه هو الوتد اللي غيهز معاك الخيمة. بغيت تدي بنت الناس،
اللي إلا غبتي تكون هي الراجل في الدار، وإلا حضروا الناس تكون هي الهمة والشام، وإلا ضاقت بك الدنيا تمسح دموعك وتقول ليك أنا معاك في الشينة قبل الزينة. ربي يريكم وشوركم ابا، وانا عمري نخرج من طوعكم، واللي بان ليكم فيه الخير انا عليه. وما دازت غير أيام قليلة حتى مشى با أحمد ولالا زهرة لدار الحاج بوشعيب. دخلوا بالفاتحة وبالنية الصافية، والحاج بوشعيب رحب بيهم وتكلم معاهم وقال ليهم: مرحبا وألف مرحبا. إيوا اش غادي نقول لك أسي حمد؟ السعيد راه بحال ولدي، وما لقاش لبنتي ما حسن منه. تبارك الله مربي وولد الأصل وخدام بدراعو. وفي ديك اللحظة خرجت عندهم في الطومة من بعد ما عيط عليها باها. كانت لابسة قفطان بسيط ودايرة سبنية فوق راسها، وغير شافها سعيد شاف اللحية والقناعة في عينيها. كانت بنت رزينة وزينها يسلب العقول، تما عرف باللي قلبه ارتاح ليها وبغاها، حيت ما كانش طمعها لا في ذهب ولا في شروط ثقيلة. وتمت الخطبة على خير وبخير. ولاني موت في الطومة رقية ما كانت موافقة على زواجها من سعيد، حيت كانت مرا عينيها جيعانة وبغات بنتها تطلع الشن بالمال والذهب ماشي بالحرث والصبر. وتسنت غير خرجوا با أحمد ولالا زهرة وبدات بنقيرها على الحاج بوشعيب. بوشيلد، واش هبلتي ولا خرج لك العقل؟ تعطي بنتك بحال الياقوتة لولد فلاح بسيط رزقو غير سترس ديال البلاد. بنتنا راه خطبها المعطي اللي عنده المطامرة حامرين والبهايم اللي متحسب والجاه والمال، وبغيتي بنتي تمشي تسكف في التعب. أرقيا يهديك الله، المال راه كيمشي ويجي، ولكن الأصل هو اللي دايم. السعيد راه راجل معقول ومربي على يد بو أحمد، والمعطي اللي كتهضر عليه قلبو قاصح وعينيه غدارة، وما بغيتش بنتي تعيش في قصر وهي محقورة. وزايدونا لالا راني عطيت الكلمة للناس وكلمتي ما نرجع فيها. رقية يا سيادي، وخا بوشعيب قطع عليها الياس ما هدات ما تهنى ليها البال. مشات عند فطومة وبدات تحاول تعمر ليها في راسها. بنيتي في الطومة، شوفي الله يرضي عليك يا بنيتي وسمعي كلامي، راه المعطي هو اللي يصلح ليك، راه غادي يتهلا فيك ويلبسك الذهب من راسك حتى رجليك وغتولي لك العيالات. أمي، الذهب اللي كتهضري عليه راه ما عنده قيمة إلا ما كانش الراجل اللي يحترمني ويقدرني. وأنا سعيد هو اللي بغيت وارتاح ليه قلبي. الله يهديك يا هاد البنت. سيد اش عنده؟ راه ما غادي يعطيك غير جوع وتماره. اش بغيتي طيان شبابك وزينك ما بين الحجر والطوب؟ سعيد شفت في وجهه الصدق والنية، وخا يعطيني غير الكسرة والماء غناكلها معاه وانا فرحانة. اما المعطية امي كيشوف فيا بحال شي بهيمة غيشريها مالو، ولكني سعيد كيشوف فيا شريكة حياته، وانا بغيت اللي يسترني ويصون عرضي ماشي اللي يلبسني الذهب ويدلني. وبقات رقية على داك الحال مخاصمة وما عجبها حال وحالفة ما تحضر. ولكن الحاج بوشعيب وقف وقفة ديال الرجال وتكلم وقال ليها: اسمعي يا رقية، الكلمة خرجت والنية سبقات، وبنتنا غتمشي اللي اختار قلبها وعقلها.
وداكشي اللي كان تقبلت رقية، وخا في خاطرها ما كانت موافقة ولا باغية، وكانت ديما تقول لفطومة: غير بلاتي يا بنيتي، غدا تندمي وتقولي قالتها لي يمي. ايوا عندك تجي عندي كتبكي. وهذا ما كان يا حبابي. وتقام العرس، وكان عرس بسيط، حضروا فيه غير العائلة والناس القراب. ودخلات فطومة لدار با أحمد، ونهار دخلات لقات لاله زهرة استقبلت لها بحليب والتمر والحب اللي ما لقاتوش عند امها. وما دازو غير ايام قليله على زواجها حتى ناضت وبينت حنت يديها، شمرت على كتافها، وبدات تعاون لاله زهرة في شقا الدار. ولات كل نهار هي اللي كتدي الغدا لسعيد وبا أحمد في الارض. وغير كيشوفها سعيد كيحط الفاس من يديه ويمشي عندها كيجري باش يهز عليها القفة. با أحمد كان عاجبو الحال وفرحان، فرحان لولدو حيت لقى بنت الناس اللي تعاونوا على الزمان. وكانوا يا سادي كيف ديما يجلسوا تحت ظل ديك الشجرة، وفطومة تحط ليهم الغدا بالتاويل وتكب ليهم الماء البارد من القلة باش يغسلوا يديهم. بسم الله با أحمد، هكا شرب وبرد على قلبك، وهات حتى انت سعيد. تبارك الله عليكم والله يعاونكم على هاد الشقة. الله يرضي عليك يا بنيتي في الطومر، اما كلتك بنينه تبارك الله. وهاد اللي جلسه معاكم وسط هاد الخلا عندي بالدنيا وما فيها. ايوا شفتي يا سعيد، ايوا تهلا في هاد النواره اللي عطاك سيدي ربي، راه قلال بنات الناس بحالها. الله لا يخدك علينا با أحمد، ويخليك تاج فوق راسنا، ونور يضوي علينا الدار. راه هاد الخير اللي حنا فيه وهذا الرضا اللي مضل العينا وكله بفضل الله وبفضل بركتك ودعك. الله يطول لينا في عمرك ويخليك ديما فوق كتافنا. الله يرضي عليك يا بنيتي، والله يثبت غرسك. سعيدة وليدي، شفتي بنت الناس تبارك الله، راه اللسان الحلو كيرد البهيمة للمراح ويد الجبال. ايوا بسم الله، بسم الله وليداتي، كونوا تبركوا. وهذا ما كان يا سيادي. ودازو شلايام وعوام، والبركة زادت فاضت في دار با أحمد. وفطومة ولدت جوج وليدات بحال القمرة. الوليد سماوه صالح، والبنية سموها دهبية. كانت الدار عامرة بالحس وبالضحك. با أحمد كان يهز حفادو فوق ركابه ويلعب معاهم وما قداه فرحة. وفطومة زاد كبرت في عينيهم كتر. وهكذا كانت حياتهم في الهنا والراحة، وما ناقصهم حتى شي خير. ولكن يا سيادي كيف ما كنقولوا، دوا من الحال من المحال، وحتى حال ما يدوم على حاله. ما دازت غير ايام قليله على فرحتهم حتى بدا يتبدل عليهم الحال. الريح بدا يضرب في الدوار نهار وليل. الريح حاره ونشافه خلات الربيع يصفر والشجر يلوى. السما سدات بيبانها وبخلات بماها، والبيار بدات كتنقص، والزرع اللي كان يتهز مع الريح ولا يابس بحال الحطب. وناس الدوار ولاو خايفين وشادين في قلوبهم وما عارفين الزمان اش مخبي ليهم. وفي وسط هاد القحط والجفاف طرات الحاجة اللي ما كانتش على البال. با أحمد داك الراجل اللي كان الحمل كله عليه بدا يدبل، وبدات صحته كتخونو. وركابيه اللي كانت كتديه الارض قبل الفجر ما بقات هازاه. وطاح با أحمد في الفراش، والدار غابت فيها الضحكة. وسعيد ولا يمشي يخدم مهموم وكيشوف في الأرض كتشقق قدام عينيه، ويرجع للدار يلقى باه طايح هادة وحدة. وفي الطومة كانت لاله ومولاتي بينت على حنتها في هاد المحنة.
كانت كل ليلة توجد لبا أحمد العشب وتمسح ليه جبهته بالما والزهر وتصبر فيه بكلامها. با أحمد شد في الله، وهادي غير محنة وفايتة. راه البلاد كتسناك ترجع ليها ببركتك، والوليدات كيتسناو يسمعوا كلامك وبلغاك. بنيتي في التومة. هاد المرة قنيتي السفر طويل، الأرض نشفات وحتى الجوف نشف. أنا خايف غير على هاد اليتامى سعيد ووليداتو من زمن الغدر اللي جاي. اسمعيني يا بنيتي، السعيد راه نية والناس راها ديابة. وقفي معاه وكوني ليه العين اللي تضوي عليه الظلام. لا با أحمد، ما تقول هاد الكلام. انت هو ساسنا وراسنا، الله يشافيك ويطول لينا في عمرك. ومورا ما بردت الهضرة مع فطومة وحس بأحمد بلي الأمانة في يد أمينة. دار وجهو لولدو سعيد اللي كان جالس في القنص وكيعصر في دموعه، وشي يريه بيديه باش يقرب، وجلس سعيد تحت رجلين باه وشد في يديه اللي حرشتهم السنين. سعيد وليدي، كنحس باللي الروح قربت تسلم لمولاها، وانا ما خليت لك لا ذهب ولا كنوز، وما خلي لك النية والسترة وليدي. ولكن يسمعني مزيان، الزمن وليدي للدار والناس كتعشق الواقف وكتحفظ على الواحل، واللي محلي ليك 3 ديال الوصيات خليتهم لك في بيت الخزين، وكل وصية مدفونة تحت الأرض أفقنت، وما تحفر وليدي على وحدة حتى يوصل وقتها. لا با ما تقولوش هاد الكلام، الله يخليك لينا تاج فوق الراس. انا با ما بغيت وصايا، ما بغيت كنوز، بغيت ضلك يبقى مضلل علينا. ضرب بلا بيك با غير حيوت بارده، والبلاد بلا بيك غير تراب ميت. الموت علينا حق وليدي، ايوا تبت راسك معايا. انا كنوجد من الزمان الغدار وبغيتك دير بوصيتي كيف ما غنقول لك بالضبط. ايوا سمعني وحل ودنك معايا وليدي. الوصية الأولى، نهار يغدروك السحاب سير البيت الخزين واحفر تحت الرحى القديمة اللي كاين في القنت. والوصية الثانية وليدي، النهار يغدرك دمك حفر تحت العتبة الدخلانية ديال البيت الخزين. أما الوصية الثالثة وليدي، نهار يتشدو في وجهك جميع البيبان وتولي الموت حسن لك من هاد الحياة، سير القنت اللي مسند عليه المحرات. احفر تما بجهدك كامل وغتلقى الوصية الأخرى وليدي، وتما غتعرف شمن طريق غتشد باش تهنى من داك الضيق. وفي ديك اللحظة بأحمد بدات كتضيق عليه نفسه، وشد في يد سعد ولدو بالجهد ودور وجهه للا زهرة اللي كانت جالسة حداه هي وفطومة، وتكلم وقال: سعيد ولدي، انا غادي غنخلي لك امانات كاينه في رقبتك اوليدي. تهلا فمك لاله زهره، راه هي بركتك ومرتك في الطومة حتى هي اللي صبرت على القليل قبل كتير. عند ليهم في عينيك ولا تنزل ليهم دمعة، وتهلا في اختك ووليداتك راهما رزقك وراس مالك. وغير كمل كلامه
شهد وبقى يشوف فيهم بحال كيودعوهم بعينيه، حتى غمضهم وفات الروح لمولاها ومشات معاه البركة ديال الدار. وما داز غير شوية على موتو حتى تبعاتو لاله زهرة، ما صبرت على فراقو، والروح ما قدرت تفارق الروح. هنا سعيد تحطم وطاح قدام العتبة وبدا يبكي بحال شي دري صغير، وكيف كيقولوا إلا مات الأب توسد الركبة، وإلا ماتت الأم توسد العتبة. وامي ومشى با ومشيتي حتى انتي، خليتوني وحيد لهاد الزمان الغدار، وكي غندير بلا بيكم في هاد الدنيا، اسيني ربي. وبقى يغوت ويبكي ويضرب بيديه على الأرض، وحس بلي الدنيا ظلامت في وجهه، وليني في الطومة ما خلاتو. مشات عنده، هزت ليه راسو ومسحت ليه دموعه وقالت ليه: نوض استغيد نوض وشد في الغاه، الموت علينا حق، ورداتهم عليك هي اللي غتوقف معاك. با حمد وامي زهره مشاو لدار الحق وخلاو لينا هاد البلاد وهاد الوليدات امانه، وخاصك تنوض وتوقف على رجليك. وهذا ما كان يا سيادي. ومشات أيام وجات أيام، والجفاف ما بغى يهز يديه على البلاد. الأراضي اللي كانت كتعطي الخير ولات بحال شي حجر، والزرع اللي كان عند سعيد بدا كينقص، والناس في الدوار اللي عنده شي حاجة كيخبيها. المحنة زادت على سعيد، أما أختو راضية كانت كتشوف في خوها وكتقطع عليه، وفي الطومة بدات كدبل نهار على نهار، وخا كانت كتحاول تبقى واقفة وما تبينش، ولكن الصبر والجوع هدها. سعيد في ديك اللحظة مقدرش يبقى غير جالس، مشى يدبر باش يسد جوع ولادو، وفكر يمشي عند المعطي اللي كان با حمد كيعطيه ويسلفو بلا حساب. ومشى نيشان قاصد دارو باش يتسلف منه، ودق الباب وحليه المعطي. السلام عليكم السي المهدي، اسمح لي جيت عندك في هاد الوقيته، جيت قاصدك والمقصود الله، وما خفاك المحنه اللي حنا فيها دابا، وإلا جات على خاطرك تسلفني حفنه ديال الزرع نسد بها جر ولادي، وغير يكون عندي نردها لك. وعليكم السلام. ايوا اش غنقول لك سعيد، الزمن راه صعيب على كلشي، وحتى انا يلا قد بوليداتي، سنح ليا ما عندي ما نعطيك. المعطي كان معروف عليه يدو شحيحة، وخا مخازنو كانت عامرة بالخيرات، وليني ما يحن ما يرحم. سعيد يا سيادي دقش بيبان، وليني بلا حتى شي فايدة، كل شي قلب عليه وجهه، ورجع للدار يديه خاويين ومكسور الخاطر، وكيشوف ولادو كيموتوا بالجوع، واختو راضية اللي وجهها دبال ولا تهدر غير بعينيها، وفي الطومة مسكينة اللي صابرة ومكابرة واخا الجوف خاوي. وفي ديك اللحظة وسط داك الضيق تفكر وصية باه الأولى، ومشى كيجري لبيت الخزين، وبدا يحفر على حر جهدو تحت الرحى القديمة كيف قال ليه، وبدا يضرب بالفاس حتى بانت ليه واحد الجلدة اللي كانت فيها ديك الوصية، وحلها بالزربة وبدا يقراها. وليدي سعيد، إلا وصلتي لهاد الوصية
عرف باللي عشرة الرخا طارت، وباللي صحاب الطعام نكروك فاش بردت البرمة. لا يبقاش فيك الحال يا وليدي، راه الذهب كيصفى بالعافية، والرجلة كتصفى بالشدة. تسد في وجهة البيبان، ومولانا غيفتح لك بيبان ما كان مشى على بالك. سعيد في ديك اللحظة بدا يبكي وحس بحال إلا باه كان معاه، وكمل في قراية الوصية. ودابا وليدي حفرت تحت هاد البلاصة نيت، تما خبيت لك مطمورة الخير، الزرع والشعير وزيت الزيتون. كول يا وليدي ووكل ولادك. سعيد تما تيق ومسح دموعه وكمل الحفير، حتى لواحد شوية لقى مطمورة عامرة بالخير، الزرع نقي والشعير كيشعل، وقلوشة عامرة بزيت الزيتون. وهز شوية من داك الخير ومشى بيه كيجري عند فطومة وختو راضية، وحط الخير كله قدامهم. سعيد، شنو هادشي؟ ومنين جبتي هاد الخير كله؟ تبارك الله. واش شي حد بغا يسلفك؟ لا فطومة لا، هذه بركة با الله يرحمه، واخا مشى عند الله بركته باقا حاضرة معانا. الحمد لله على هاد النعمة، الحمد لله. الله يرحمك با ويوسع عليك في هاد النهار. وفي ديك اللحظة نادوا راضية وفطومة وهما فرحانين وكيحمدوا الله ويشكروه على الخير اللي جاهم. وفي ديك الليلة شعل الكانون اللي كان مدة من الأيام ما شعل في دارهم، طيبوا حسوة وخبز كيشهي، وكلاو وسدوا شوعهم وترحموا على با أحمد. ترخف عليهم الحال، ولا سعيد كيخرج للسوق ووجهه منور، لابس نقي ويدو عامرة ويعاون المحتاج، وليني قلبه كان حقد على صحاب الرخا. ودازت شلا أيام وهما على داك الحال ياكلوا من داك الخير اللي خلى ليه باه. وليني يا سيادي المحنة ما وقفت هنا، حيت الزمان زاد قصى والمطمورة بدات تخوى، والجفاف كان بحال الضيف الثقيل عام ورا عام. وهما في ديك المحنة حتى زادهم غدر الدم من عمو الجلالي، كان كيشوف بسعيد بعين الحقد والسم، وكتر شي فاش شافو مستور وما استسلمش للجوع، بحال الناس اللي باعوا ليه الأراضي بثمن قليل ومشى عنده باش يزيدوا هم على هم. وفي واحد النهار من ايامات الله مشى جلالي ودق بابه ودخلو سعيد ورحب بيه ودار معاه الصواب. وتكلم جلالي معاه وقال: سعيد ولدي انا ما جيت نشرب اتاي ولا باش ندي ونجيب معاك في الكلام، انا جيت ندوي معاك على ديك الارض اللي يبسات وما بقى فيها ما يدار، والديون كثرت علينا، وانا قررت نبيع نصيبي من ديك الارض لواحد البراني، وإلا بغيتي تستر راسك وولادك من الجوع بيع ليا حقك حتى انت فيها، وليني بثمن قليل هكا باش تخرج من هذا الضيق اللي انت فيه. شنو عمي؟ نبيع لك أرض با، الأرض اللي تعذب عليها وسال دمو فيها ووصانا باش ما نفرطوش فيها. وإلا بعت لك حقي أنا فين غادي نمشي أنا وولادي؟ ايوا دبر راسك، الزمان سعيد ما كيرحمش، وانا من هنا غادي نقول لك غدا ان شاء الله غادي نجي ونجيب معايا العدول، يا تبيع بخاطرك يا نخرجك منها بزز. سعيد مسكين حس بالكية في قلبه، الصحاب غدروا، وليني باش يغدرك عمك اللي في مقام باك
هذه هي اللي حزت في خاطره. وخرج الجلالي وخلاه مهدوم، وراضية بدات كتبكي، وفطومة شافت في سعيد وقالت: سعيد، ايوا البيبان تسدو حتى من جهة الدم، وما بقى لينا غير وصية با احمد الثانية. سعيد في ديك اللحظة تفكر كلام باه، فاش كان قال ليه نهاري غدرك دمك احفر تحت العتبة الدخلانية. وفي ديك الليلة سعيد ما نعس ما شافو، وتسنى غير حتى هدا الحال، وهز الفاس ومشى قاصد العتبة الدخلانية ديال بيت الخزين، وبدا يحفر بجهدو كامل، وقلبو مقهور ودموعو نازلين على خدو، وكيتكلم بوحدو ويقول: ايه هبا حبيبي، هي خوك اللي من دمك ولحمك بغا يرمي ولادك للزنقة وما حن فينا با. وما زاد حفر غير شوية حتى لقى واحد القرعة ديال الفخار، كانت غليظة ومسدودة بالشمع. جبدها وهرس الشدة ديالها، ولقى فيها الوصية الثانية، وحلها تحت ضوء القنديل، وبدا يقرا فيها. وليدي سعيد، إلا وصلتي للوصية الثانية عرف باللي الدم ولا مالح، وباللي اللي من لحمك بغا ينهش عظامك. لا تضعفش وليدي، راه الضرم ديال القريب كيقتل، ولكن الحق كيحيي. واسمعني مزيان وليدي، حفر تحت هاد العتبة بزيادة، وهاد لقى صندوق ديال النحاس. باك الصندوق حبيتو ليك لهاد النهار، فيها وليدي الخير اللي غيفك ضيقتك وغيخليك تهز راسك وسك العديان. سعيد في ديك اللحظة بكى بالفرحة، وبدا يحمد الله ويشكره، ومشى نيشان كيجري عند مرتو باش يبشرها ويفرحها حتى هي. وهذا ما كان، ودازت ديك الليلة وصبح الصباح، وجا الجلالي ومعاه الشميتية والعدول، وكيسحاب ليهم سعيد غيسلم ليهم الأرض بالرخيص، وخرج لعندهم وجهه كله هيبة، لابس جلابته نقية ويدو في جيبو، وتكلم معاه الجلالي وقال: ايوا سعيد، واش مازال مكصح راسك؟ واش غتوضح لينا الوراق ولا نعيطوا للمخزن؟ هاد الارض ما غاديش تتباع عمي، وما غاديش نفرط في وصية بو الله يرحمه، وها هو حقك اللي كنتي باغي تبيع به للبراني، وزيد عليه هاد البركة من عندي. ومن اليوم ما انت عمي ما انا ولد خوك، اللي غدرني في الشدة ما عندي ما ندير به صعيخة. الجلالي في ديك اللحظة تصدم وعينيه خرجوا من بلاصتهم، فاش شاف ديك الخير كله والناس كلهم تصدموا بحاله، وما عرفوا منين جاه ديك الخير، وبقاو هكاك ما عارفين لكلامهم جواب. وعاش سعيد وفطومة واختو راضية في العز اللي ما شافوه من قبل، ولا هو اللي كيعطي ويعاون اليتيم والمحتاج. ودازو شلا شهور وعوام، وبفضل داك الذهب اللي خلى ليه باه كبر وليداتو وتهلا في اختو ومرتو. ولكن يا سيادي حتى حال ما يدوم على حاله، والدنيا غدارة، ودوام الحال من المحال. وهاد المرة المحنة ما كانت لا من جوع ولا من جفاف، كانت من الفتنة والذهب. الذهب اللي كان عند سعيد جلب ليه عينين الحاسدين وطمع الطامعين، ووقعت فتنة كبيرة في البلاد بسبب داك الجفاف اللي كان في البلاد، ناض الصداع والحروب ما بين الدواور، وهجموا القطاطعية على الدواور. وفي داك الروينة سعيد خسر قاع داك الخيرات اللي كان عنده، وتسرقت ليه الكسيبة،
ولقى راسو مورا داك العز كامل رجع عاود من الاول، بحال الا عمرو كانت عنده شي حاجه. وحتى من الناس اللي عاونهم ومد يدو ليهم، نهار طاح هو حتى واحد ما عقل عليه. كل شي خاف على راسو وتكمش في دارو. سعيد لقى راسو مهدوم ومكسور، شاف ولادو اللي كبروا، وشاف ختو راضية اللي وصلت لسن الزواج، وخاصو يزوجها ويصيفطها لراجلها. وفطومة مسكينة اللي ناض ليها الشي بالهم والتفكير، وحس بواحد الضيق في صدرو ما عمرو حس به. حس باللي هاد المرة صافي تسدات عليه في مرة، وباللي الموت ولا يبان ليه سهل من انه يشوف عائلته كتدمر قدام عينيه من جديد، وهو واقف ما قد يدير حتى حاجة. وفي واحد الليلة من الليالي الباردة والغم كان مضلل على الدار، سعيد كان كيدور في بيت الخزين بحال شي سبع مجروح، وتفكر كلام با أحمد للآخر، الكلام اللي خلاه هاد النهار. تفكر فاش قال ليه نهار تسد في وجهك في مرة وتولي الموت حسن لك من هاد العيشة، سير للقنت اللي مسند عليه المحرات. وفي ديك الساعة مشى سعيد لداك القنت، البلاصة اللي كان فيها محرات با أحمد القديم، المحرات اللي حرت به البلاد سنين وعوام. حيد داك المحرات وبدا يحفر بيديه حتى لقى واحد الصندوق ديال الحديد صغير مصدي، وحلو ولقى فيه الوصية الثالثة، الوصية اللي كان با أحمد مخبي فيها سر كبير. وحل داك الوصية ويديه كيترعدو، وقرا فيها كلام با أحمد اللي كان غريب وما تيقو. ولدي سعيد، صافي إلا وصلتي لهاد الوصية الأخرى، عرف باللي الدنيا عطاتك بظهرها في مرة، وباللي حتى الذهب اللي خليت ليك ما نفعكش، وإلا وليتي تشوف باللي الموت هي الحل اللي بقى ليك، ما بقى لي ما نعطيك. سعيد تخلع بزاف، وخا هكاك كمل قراية الوصية وقلبو كيضرب بالجهد. اسمعني يا ولدي، طلع للسارية الوسطانية، تما علقت لك حبل، طلع فوق الصندوق، ولين قبل ما ديرو في عنقك جر الحبل مزيان وجربو لا تكون لي نرشهدو، وتما غيكون الفرج وغتهنى وترتاح. سعيد في ديك اللحظة تصدم وما تيق، كيفاش باه كيقول ليه قتل راسك، وكيفاش يطلب منه ينهي حياته. وبدا كيبكي بالجهد ويغوت حتى سمعته في الطومة، ومشات كتجري وتشوف حاله. ومع دخلات لقاتو واقف على الصندوق وشاد في داك الحبل وكيبكي. تصدمت وما تيقاتش شافت عينيها. سعيد، اشنو كدير؟ نزل يا سعيد، نزر ونعر الشيطان. فطومة مسكينة طاحت عند رجليه، شادة فيه وترغب وتزاوق. انا مزاوقة سعيد لما تنزل، والله ما يخصنا خير، واخا ناكلو التراب كلشي اللي يحل سعيد، ولادنا وكلنا نحتاجين ليك. وراضية اختك لمن غتخليها؟ نزل في غير وليدك الا ما تنزل. راه بحمد ما غاديش يبغي لك الموت. راه هذيك غير ورقه، غير نزل سعيد نزل، الله يرحم لك الوالدين. لا فطومة، لا، با عمرو كدب عليا. صافي غير خليني نجرب هاد الحبل، واش رشاتو ليا ولا غادي يغدر بيا حتى هو. لا سعيد لا لا لا، انا مزوقه صبا وفيك الا ما تفكر في ولادك، راه الا متي كلنا غنموتو معاك. فطومة، سمحي ليا بزاف تعذبتك معايا، وقولي راضية حتى هي وولادنا يسمحوا ليا. وفي ديك اللحظة جرب داك الحبل وجرو عنده بجهدو كامل،
ديك اللحظة سمعوا واحد الصوت بحال شي زلزال. الدار كاملة تهزات، وديك السارية اللي كانت كتبان قاصحة صدقات راشية، ووسطها كان فيه خزنة كبيرة مخبية عامرة بشلة ذهب وياقوت، والجوهر كيطيح بحال الشتا على راس سعيد وفطومة. سعيد تبهط في داكشي اللي شاف وما تيقاش شافت عينيه. الذهب مغطيه، وفطومة في ديك اللحظة سكتت من البكا وبقات كتشوف مصدومة وما عرفت راسها واش ناعسة ولا فايقة. تما وسط داك الذهب والجوهر لقى سعيد وصية أخرى، حلها ويديه كيترعدو. سعيد وليدي، ايوا هذا هو رزق النية وخبيته ليك لهاد النهار وليدي، ودابا راك وليتي سيد الرجال ديال بصح، حيت جربتي الجوع وجربتي غدر الصحاب وغدر الدم، وحتى ما يموت جربتي خوفها. واللي جرب هادشي كله ما كاينش في الدنيا اللي غتغلبو. وما تنساش وليدي باللي الكنز الحقيقي هو الصبر والنية الصادقة. سعيد في ديك اللحظة شاف الطومة وعنقها وهو كيبكي ويضحك في نفس الوقت، وعرف بلي باه ما كانش باغيه ينهي حياته، ولكني كان باغيه يجرب الخوف من كل شيء. واش غيبقى شاد في الوصية؟ وهذا ما كان يا سيادي. وسعيد بفضل الكنز اللي خلى ليه باه ولا سيد الرجال، شرا شلا ملاكات وبنى دار كبيرة بحال شي قصر، بيبانها بالعود المنقوش وسواريها ملمعين، والخير فيها ما كيساليش، واللي كيدق بابو ما يردو، ياكل ويشرب ويخرج مستور. اما اختو راضية اللي صبرت معاه في الشدة ومسحت معاه الدمعة، سعيد دار ليها الشن والمرشن، خطبها تاجر من كبر التجار في المدينة، راجل معروف بصلاحه وماله، ودار ليها عرس كبير اللي دام 7 أيام و7 ليالي، وخرجت من دار خوها فوق العمارية بحال شي أميرة، وعاشت في الهنا والراحة معززة مكرمة في دار راجلها، وبقات ديما مفكرة خوها وتدعي معاه. اما دوك اللي غدروا سعيد في الشدة بقاو كيشوفوا هادشي من بعيد والندامة كتاكل قلوبهم، ولا كل شي يضرب لسعيد 1000 حساب. كان إلا داز في السوق كل شي يوقف ويسلم عليه، وإلا هضر كلامه هو اللي كيسري ويمشي. وهكا سالات حكايتي، وسعيد عرف باللي الكنز الحقيقي ماشي هو الذهب، ولكن الكنز هو رضا الوالدين والصبر على المحنة. ومن تما ولا الدوار كله عارف باللي اللي تبع وصية والديه بالنية ربي كيجعل له من كل ضيق طريق. ورضا الوالدين يا سيادي كنز ما كيفنا، ونية الصادق طريق ما تجلى. وحاجيتكم وما جيتكم وفي يد الله خليتكم. وقبل ما تمشيو نختم لكم بحاجة جديدة، وحاجيتكم على اللي ظهروا عود وجنابو جلود وفمو في جهنم ممدود، واللي عرف الجواب يخليه ليا في التعاليق.